الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفة تحفة وسهلة للأكلة المستعجلين، اسمها تشيكن فرانشيز. هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا بيضتين، عليهم رشة فلفل اسود وملح، طبعا حسب الرغبة، بس ما نزودش قوي عشان جبنة البارميجان فيها نسبة ملح شوية. عندي هنا جبنة بارميجان مبشورة، وكمان بقدونس مفروم. عندي هنا دقيق عليه رشة فلفل اسود، وكمان رشة جوز الطيب. هقلبه كده شوية. عندي فراخ بانيه متقطعه كده شرايح رفيعه، هعملها بقدرها بالدقيق الاول. معلش سامحوني بشتغل بايدي عشان الجوانتيات خلصانه. بعد كده هحطها في الصوص اللي احنا عاملينه في طاسه على النار، فيها معلقتين زبده وكمان معلقتين زيت زيتون او زيت نباتي المفيد بالنسبه لك، وكمان فص مستكه. هنزل بالفراخ تتحمر من الجنبين. الفراخ اتحمرت عندي من الجنبين، هنشيلها من الطاسه. وفي نفس الطاسه هنزل ببصله مبشور عليها رشه فلفل اسود، وكمان معلقه صغيره ثوم مفروم. انا اللي عندي ثوم مفروم، بس هو المفروض يتحط ثوم صحيح، بس مفيش مشكله. هنشوحهم مع بعض. البصل والثوم اتشوح عندي، هنزل بميه. الصوص دوت اسمه بيرل بلان. وهنزل كمان بعصرة ليمونه، وهظبط الملح بتاعي. هنصفي بقى بمصفى ضيقه الصوص دوت، عشان انا مش عايزه الصوص عندي يبقى فيه اي تكتلات. ممكن تضربوه بالهاند بلندر او في الخلاط، بس انا عن نفسي هصفيه عشان عايزه الميه تبقى صافيه. هبتدي ارجع الفراخ 10 دقايق بالظبط، تاخد غلوتين. وانا سلقه مكرونه، ممكن تحطوا المكرونه عليها وممكن تحطوها جنبها، مكرونه بيضه كده من غير اي حاجه. الصوص دوت هيبقى على المكرونه تحفه. كان نفسي تبقوا موجودين معايا تشموا الريحه وتدوقوا الطعم، بجد اكله وهميه. شكلها النهائي بعد ما حطيت الفراخ على المكرونه والصوص، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هسلكم وصفات تانية جديده.